يعني ايه كل لفتين تحت بلفه فوق؟ في الاول هتكلم عن الفور ستروك او الاربع اشواط اللي بيعملهم الانجن عشان يعمل دوره حريق كامله. ده انجن، الجزء ده هو البلوك بتاع الانجن، الجزء اللي فوق ده هو وش السلندر. البلوك بيكون فيه البيستونز او البساتم اللي بتطلع وتنزل. البساتم دي هي اللي بتبقى متوصله بحركتها بعمود الكرنك عن طريق كونكتنج رود او بيل. بالنسبه لفوق ده وش السلندر. وش السلندر بيكون فيه طبعا الصبابات الانتيك والاكزوست او السحب والعادم. بيكون فيه راكب على وش السلندر من الجنب من ناحيه الانتيك مانيفولد او المانيفولد بتاع السحب، والناحيه الثانيه الاكزوست او المانيفولد بتاع العادم او الفرن. بالنسبه للجزء ده اللي بين وش السلندر واللي مشترك فيه وش السلندر والبلوك هو غرفه الاحتراق اللي احنا ملونينه بالاحمر. ده الجزء اللي بيحصل فيه الاحتراق عشان يولد باور يزق البيستون يحرك الكرنك. بالنسبه لتحت هنا عشان البيستون يتحرك من اعلى نقطه هو بيوصل لها فوق اللي هي التوب ديد سنتر وينزل لحد اقل نقطه هو بيوصل لها تحت اللي هي البوتوم ديد سنتر، اللي هو المشوار بتاع البيستون جوه السلندر اللي احنا بنسميه الستروك. لازم الكرنك ساعتها يلف 180 درجه. نيجي بقى للاربع اشواط. اول شوط البيستون بيبقى فيه في التوب ديد سنتر وبيبتدي ينزل، وهو نازل بيبتدي يفتح صباب الانتيك او السحب، فبيبتدي يدخل كميه هواء وبنزين معينين، والبيستون نازل لحد ما يوصل للبوتوم ديد سنتر. اول ما يوصل للبوتوم ديد سنتر بيبتدي الصباب الانتيك ده يكون قفل، فبتبقى خلاص الغرفه دي بقت محكمه، فيبتدي البيستون يطلع من البوتوم ديد سنتر يوصل لحد التوب ديد سنتر. كده هو ضغط الشحنه، وده شوط الكمبريشن. ثالث شوط هو شوط الباور. بيكون البيستون فيه تقريبا عند التوب ديد سنتر، بيبتدي يحصل السبارك او الشراره بتاعه البوجيه، يحصل هنا احتراق قوي جدا يولد طاقه. الطاقه دي بتعمل باور جامد جدا على البيستون، فالبيستون بينزل يلف عمود الكرنك. اخر شوط خالص بيكون البيستون نزل لحد تحت عشان يكون خلاص زق عمود الكرنك. بيكون فيه هنا بقى بواقي الاحتراق او الاكزوست او العادم، فبيكون لحد ما ده يكون نزل تحت عند البوتوم ديد سنتر بيكون يبتدي صباب الاكزوست يفتح عشان والبيستون طالع يطرد كل العادم ويخرج في الشكمان. كده انا عملت 4 اشواط. الاربع اشواط دول زي ما اتفقنا ان الشوط عباره عن 180 درجه على عمود الكرنك، يبقى انا كده عملت على عمود الكرنك 720 درجه، اللي هم 4 اشواط في 180 درجه يعني 720 درجه على عمود الكرنك تحت. بالنسبه بقى للجزء اللي بيفتح الصبابات فوق اللي هو الكامه، ده شكل الكامه. الكامه بيكون فيها حاجه اسمها النوز او الركبه بتاعت الكامه. النوز دي هي اصلا اللي بتفتح الصباب يفتح، واول لما النوز تعدي من على الصباب خلاص توصل هنا، يبقى كده الصباب قفل تاني. النوز بتبقى موجوده على تقريبا 90 درجه من الكامه نفسها. فمعنى كده اللي انا لو جيت ركزت مع الصباب بتاع الانتيك هلاقيه على طول الاربع اشواط بيفتح بس مره واحده. يعني انا محتاج بس من الكامه بتاعت الانتيك ان هي تفتح لي الصباب ده مره واحده، يعني انا محتاج منها بس 90 درجه وهي كلها 360، يبقى انا محتاج بس الكامه بتاعت الانتيك تلف بس لفه واحده اللي هم 360 درجه، وهي دي اللفه اللي بس فوق. يبقى كده كل لفتين تحت على الكرنك عشان نعمل الاربع اشواط 720 درجه بعملهم فوق في الكامه 360 درجه، يعني لفه بس واحده فوق.